الروم. وخبر آخر، وزير المالية يكشف تفاصيل ومزايا الصفقة الاستثمارية بمنطقة علم الروم. أكد أحمد كوجك وزير المالية أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار ولجعل مصر مركز للتصنيع والتصدير. وقال كوجك في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية أن الساحل الشمالي أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري. خلينا ناخد تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع مع الكاتب الصحفي المرسي عزت، متخصص في الشأن الاقتصادي. مساء الخير يا أستاذ مرسي. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. يعني الحقيقه هذه الصفقه برضو تعد صفقه هامه جدا جدا، بتتبع صفقات سابقه في منطقه الساحل الشمالي. يا ريت نتحدث عن منطقه علم الروم وعوائد هذه الصفقه على الاقتصاد المصري. تمام يا فندم. يعني زي ما حضرتك ذكرتي ان دي صفقه من ضمن الصفقات اللي يعني اجرتها الحكومه المصريه خلال السنوات الاخيره. يعني انا يعني هرجع بس كده يعني سنتين وراء، كنا بنتكلم على صفقه راس الحكمه. وصفقه راس الحكمه دي يا فندم تقريبا احنا دخلت يعني صفقه دولاريه تقريبا بنتكلم في 35 مليار دولار. وخلال يعني من ايام حضرتك كما ذكرتي صفقه علم الروم، الصفقه دي يا فندم احنا بنتكلم في ان شاء الله عوائد دولاريه خلال نهايه السنه دي بنتكلم في 3.5 مليار دولار. وفي حتى كمان في مقابل عيني من المشروع ده بيتمثل في وحدات سكنيه بنتكلم برضو في تقريبا 1.8 مليار دولار. فضلا بقى يا فندم ان حصه المشاركه في الارباح اللي هتتخصص في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، احنا بنتكلم ان احنا هيبقى في 15% من صافي ارباح المشروع سيتم تحويلها لهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. اجمالي الصفقه يا فندم احنا بنتكلم تقريبا في 30 مليار دولار. يعني انا عايز اقول لحضرتك الصفقات اللي حصلت بدءا من صفقه راس الحكمه يعني ووصولا لصفقه علم الروم، كل دي يا فندم بتدي لحاجات ايجابيه جدا جدا على الاقتصاد المصري وعلى كمان سعر صرف الدولار. جميل. يعني في بعض الناس بتبقى حريصة جدا انها تعرف تفاصيل الصفقة والعوائد الخاصة على مصر، بالتحديد انه كمان منطقة الساحل الشمالي اصبحت منطقة جاذبة جدا صحيح. جدا للاستثمارات العالمية يعني او الدولية. صحيح. انا عاوز اقول لحضرتك ان الصفقه دي مش غريبه عننا احنا كسوق مصر. يعني يعني الستايل بتاع الشغل مثل هذه الصفقات معروف من فتره، ان هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده بتدخل مع المطور، سواء المطور ده بقى محلي او اجنبي او عربي، وبتاخد جزء من الارباح وبتاخد جزء من الوحدات، وخلال حتى فترات المشروع بتحصل على اموال كبيره يعني. فانا عاوز اقول لحضرتك مثلا احنا لو جينا اتكلمنا عن الشق الاقتصادي في الصفقه القطريه زي ما قلت لحضرتك ان بيتضمن شقين. الجزء الاول ان هو فيه ثمن نقدي، احنا بنتكلم في 3.5 مليار دولار داخلين السوق المصري قبل نهايه العام الجاري اللي هو 25. وفي جزء اخر يا فندم مقابل عيني اللي هو هيبقى مساحه بنائيه بتتمثل بقى في وحدات سكنيه. ده بنتكلم يا فندم في ما يقرب من 1.8 مليار دولار. فضلا بقى عن زي ما قلت لحضرتك برضه ان هيئه المجتمعات العمرانيه هتحصل على ما يوازي تقريبا 15% من صافي ارباح المشروع. المشروع نفسه بقى احنا بنتكلمي على مساحه تقريبا 20 مليون متر مربع في الساحل الشمالي الغربي بمحافظه مطروح. والمنطقه دي زي ما حضرتك ذكرتي في مقدمه حضرتك عن ان هي منطقه جاذبه للاستثمارات. يعني هتلاقي جنبها راس الحكمه، واحنا بنتكلم من ايام اللي هي صفقه علم الروم. فكل دي يا فندم صفقات بتؤثر ايجابيا على الحصيله الدولاريه لمصر.
بنأمل إن شاء الله يعني أنه يكون استثمار رائع وجيد ويجذب أيضا مزيد من الاستثمارات. بشكر حضرتك الكاتب الصحفي المرسي عزت المتخصص في الشأن الاقتصادي. خلينا نطلع مع حضراتكم لفاصل ونعود مرة أخرى.